اهلا بيكم، انا خلود ودي مساحتي البسيطة اللي بحب اشارككم فيها روتيني وتفاصيل صغيرة تدي طاقة وبهجة. يا رب تستمتعوا بوقتكم معايا ويعجبكم الفيديو اهم حاجة بقى كده، لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس علشان خاطر يصلك مني كل جديد. اول حاجة كده يا بنات النهاردة هعملها معاكم وهو روتين قوي جدا جدا للمطبخ. عايزة اقولكم بقى ان احنا خلاص في شهر 10. خلاص بقى يعني ده انسب وقت لتنظيفات الشتاء. في ناس كمان عملت التنظيفات ديت قبل المدارس، بس انا يعني لسه. انا على فكرة مامي لطفلين، انس وايمن. انا بنتي لسه في الحضانة. فانا عايزه اقول لكم بقى ايه، عملت تنظيفات الشتا ديت معاكم وحابه اشاركها معاكم. وان شاء الله تستمتعوا كده بوقتكم معايا في الفيديو. اول حاجه كده دخلت عليها وهي المطبخ. انا بالنسبه لي يا بنات اول ما بخلص المطبخ بحس ان الشقه خلاص كلها يعني خلصت. اول حاجه بقى انا هقول لكم بحب اعمل ايه في التنظيفات العميقه، وهشرح لكم برضو انا بعمل ايه دلوقتي. اول حاجه كده بحب اعملها وهي اني بودي السجاد دراي كلين علشان خاطر يتغسل كله، عشان تبقى بقى ايه، نظافه من كله يعني. تمام. بعت السجاد كله يتغسل، نزلت الستاير برضو بتاعت الشقه كلها، بحيث ان انا كل يوم كده ايه مع الغسيل اغسل مثلا ستاره ولا حاجه مع الغسيل اليومي اللي انا بغسله. التنظيفات بقى العميقة أنا بحب تحت السراير، أنضف تحت السراير، الحيطان لو عايزة تتغسل، الدواليب طبعا بتطبق. عارفة ان التنظيفات العميقة ديت هتقولوا بقى ايه، طيب لما نطلع الشتوي علشان خاطر الشتوي والكركبة وكده. احنا لسه بدري يا جماعة على الشتاء. وارجع برضو اقول لكم ان كل واحد بيعمل التنظيفات في وقتها يعني. انا خلاص حسيت ان الشقه عندي لا مكركبه ولازم لها تنظيفات بقى كده عميقه علشان خاطر احس ان انا قاعده في نظافه، فعملتها. ممكن انت مثلا لا انت الدنيا عندك تمام فمش محتاجه تعملي اصلا تنظيفات، فاهميني؟ فكل واحد عارف يا بنات الوقت المناسب ليه. فانا بقى برضو من الناس اللي بحب اول حاجه اعملها في التنظيفات العميقه يا بنات، بحب اعمل المطبخ. اول حاجه المطبخ. ليه؟ علشان خاطر انا بحس ان انا لو عملت المطبخ خلاص باقي الشقه كده بقى سهل. فاول حاجه هنا دخلت عليها بقى هي المطبخ، نزلت الشفاط، غسلته بسلكه كده ومزيل دهون. انا بجيبه من عند بتاع المنظفات. هو حلو جدا يا بنات، حرفيا حرفيا. انا يعني هنا باين ان انا ما بدعكش، هو الحاجه جامد، لا هو دوب بس كده بمشي السلكه. والشفاط كان عليه كمية دهون يا بنات حرفيا حرفيا بشعة. ف غسلته بقى كده قدامكم من كل الاتجاهات، من قدام ومن ورا. وكمان يا بنات ممكن تشيلوا قصدي عفوا الجزء بقى اللي هو متثبت في الحيطه ده بيتفك برضو، بس بصراحه انا خليت زوجي يعني هو اللي فكهولي وغسلته ويعني ركبته تاني على طول. بس بصراحة ما جبتهوش معاكم بقى علشان خاطر دي كان فيها يعني سرعة عشان المنور وكده، فعملته بسرعة. بس انا جبت معاكم بقى اللي هو الجزء بتاع الشفاط ذات نفسه، اللي هو الجزء الخارجي دوت والمروحة. عايزة اقول لكم انا عملت تنظيفات عميقة للمطبخ كده، الحمد لله اللهم بارك يا بنات. المطبخ كله بقى نظيف. زي ما انا بقول لكم بنمسك حاجه حاجه من فوق لتحت، يعني ما بعملش مثلا الدواليب اللي تحت الاول بعد كده اطلع فوق، لا انا بعمل اللي فوق الاول بعد كده بنزل لتحت. اول حاجه بدات بيها هي الشفاط والدولاب والشباك عفوا. والشباك انا حاطه البوتاجاز فوق يعني تحت الشباك على طول. تمام. ودي يا بنات غلطة انا غلطتها بصراحة في المطبخ، ان انا حطيت الشباك حطيت قصدي عفوا البوتاجاز تحت الشباك. ليه بقى غلطة؟ لان الدهون كلها بتطلع على الشباك دي، وحرفيا كل شوية يعني ممكن كل 15 يوم ولا حاجة او كل اسبوع لازم اغسل الشباك، لازم عشان خاطر الدهون. انا برضو يا بنات ما بسيبش الحاجة تتراكم جامد
على الشباك، يعني الدهون تتراكم جامد علشان خاطر اغسلها تطلع معايا على طول بقى، مش لازم ان انا اعمل خلطات واجيب منظفات والكلام دوت. فانا الحاجة اول باول كده تتغسل، هتلاقي ان الحاجة معاكي زي الفل. طبعا عفوا على عطسة انس، بس انا لازم انزل لكم يعني الفيديو دلوقتي. وانس بصراحة صاحي. بالمناسبة بقى انا عندي بيبي 6 شهور زي ما قلت لكم، وبنتي اللهم بارك 4 سنين، فكان لازم انا انزل الفيديو دلوقتي وهما صاحيين. فهتسمع بقى ايه صوت انس على طول معايا في الفيديوهات، ورحبوا كده بيه، وقولوا لي بقى ان انتم مشتركين جديده علشان مشتركه جديده علشان خاطر انزل ارحب بيكي و... ونتكلم ونبقى صحاب، ونجمع بقى ايه كده هي صحاب باذن الله. وبرضه ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك تعملي شير مع اصحابك علشان خاطر يشتركوا في القناه ونكبر كده مع بعض باذن الله. هنا بقى زي ما بقول لكم الشباك دوت بيتفك عادي، فكيته وغسلته، بصوا راح زي الفل. المنظف اللي انا جايباه اللي هو مزيل الدهون ده حرفيا حرفيا يا بنات تحفه. كل حاجه عملتها في المطبخ بسرعه بسرعه بسببه هو، لان هو قوي جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، الافضل ليكي طبعا ان انت تلبسي جلافز، بس بصراحه انا ما بعرفش اشتغل بالجلافز ده خالص يعني. هو طبعا بيحرق كده في الايد شويه، بس بصراحه انا ما بعرفش استخدمه خالص، ولا بعرف اعمل بيه حاجه، فما بلبسهوش. فلو انت عندك حساسيه ولا حاجه لازم تلبسيه. هنا بقى كده بسيب الشباك يتصفى خالص، بصوا زي ما انتوا شايفين راح زي الفل. وهنا بقى كنت بغسل برضو الشباك. انا بدأت بقى من الجزء اللي هو جنب منه البوتاجاز، تمام. والحيطه دي برضو كانت حرفيا مليانه دهون كده صفرة نقط، انا مش عارفه ليه مش باينه في الكاميرا. وبمسح بقى بنشف كده، لان انا للاسف برضو مرضتش اعمل صفايه في المطبخ، تمام. هي برضو زي ما ليها مميزات ليها عيوب، بس انا بصراحه حسيت ان هي لا هتطلع لي بقى روايح وكده، فمحبتش اعملها. انا عاملاها بس في الحمام، فما بعرفش بقى اكب ميه نهائي في المطبخ، لان الميه لما بكبها عندي في المطبخ يا بنات بتطلع على الريسبشن على طول، فبتبقى بقى ايه بهدله. فاللي هو لا، انا بالفوطه كده بمسح وبيروح زي الفل. هنا جيت بقى للبوتاجاز برضو غسلته. انا عايزه اقول لكم ان الحاجه عندي والله يعني برضو نظيفه، مش اللي هو فيها الاتساخ جامد قوي. زي ما انا بقول لكم يا بنات، ايدي في الحاجه على طول، طول ما انتي ايدك في الحاجه على طول، طول ما الحاجه مش هتبوظ. فغسلت كده البوتاجاز برضو، وانا كنت غسلاه من جوه وكنت غسله الجناب، فبرضو البوتاجاز عندي زي الفل. البوتاجاز بقى يا بنات العيون ديت كلها بصراحة عايزة تتغير، لان انا استخدمت عليها منظف للعيون ذات نفسها، بوظها كده زي ما انتوا شايفين. فمن ساعتها وانا حرمت استخدم على البوتاجاز اي منظف، هي اسبونشة وشوية صابون بتاع المواعين وخلاص على كده بيروح زي الفل. هنا بقى بوريكم ان الجزء بتاع الشفاط والبوتاجاز كده خلاص راح زي الفل. وجريت برضو ورا البوتاجاز، يعني انا ايه بقول لكم صورت معاكم كده اللي هو مقتطفات علشان خاطر طبعا الاولاد وكده، وانتوا عارفين بقى ايه اي ام معاها بيبي رضيع، انتوا عارفين بقى مش هقول لكم. هنا بقى ازازة الزيت وازازة الخل برضو كان عليهم برضو اللي هو بحس ان هو عليهم دهون. بصوا اي حاجة في المطبخ على الرخامة على العموم حرفيا بتتملى دهون، فلازم بقى ايه اول باول كده تغسلي. فغسلتهم برضو معايا. وعايزه اقول لكم ان انا هفضي البهارات وهفضي طقم البهارات التوابل التاني، كله هيتغسل علشان خاطر المطبخ يكون كده بقى ايه. انتي في الشتا بقى الواحد بيبقى سقعان يا دوبك اللي هو ايه تقومي تعملي الاكل مثلا وتقعدي بقى الجو ساقعه، ما بيبقاش عايز ميه على طول عشان ما تبرديش. فالشتا بصراحه ما بيحبش التنظيفات القويه دي قوي يعني كده، عكس الصيف بقى. الصيف بيحب الميه، تحسي بقى ايه ان انتي لا انتي مستمتعه اصلا وانتي بتغسلي المواعين، مستمتعه وانتي مثلا بتغسلي سجاد لو انتي بتغسلي السجاد في البيت. ف الشتا غير الصيف. وزي ما بقول لكم برضو التنظيفات دي هتنفع حتى والله
لو انت زي ما بقولك زي كده ام البيبيهات، لا هتنفعك برضو، هتوفر عليكي. يعني انا مثلا قعدت حوالي اسبوع بعمل يا بنات التنظيفات العميقة دي، بس هتريحني بقى قدام. خلاص كل حاجة عندي ما شاء الله اللهم بارك نظيفة. زي ما قلت لكم بقى ايه، التنظيفات بتبقى كلها غسيل سجاد، ركنة، انتريه، كراسي السفرة، كل دوت انا هعمله معاكم باذن الله. بس اهم حاجه بقى ان انتي تدعميني في الفيديو ده باللايك وبالكومنت، علشان خاطر اتشجع وانزل معاكم فيديوهات. هنا بقى بوريكم، بصوا يا بنات ازازه الخل راحت زي الفل ازاي، اكنها جديده بجد. يعني ازازه الازايز الزيت برضو هنا هتروح زي الفل. وبالمناسبه على فكره انا غيرتهم، يعني انا غسلتهم كده، اديتهم غسله عميقه وغيرتهم. انا هحطهم دلوقتي معاكم في الفيديو، بس انا نزلت كده جبت اللي هي الازايز الشفاف. ان شاء الله هعمل معاكم فيديو كده، انا بجمع شويه مشتريات، وهعمل معاكم فيديو مشتريات للمطبخ، وهنجدد المطبخ مع بعض وبأقل تكلفة بإذن الله. وهقول لكم برضو على البيجات وعلى الصفحات اللي جبت منها الحاجة لو عجبتكم بإذن الله. هنا بقى ايه، بخلص بقى كده برضو ازازة الزيت. بصوا بغسل ايه بقى ايه، يعني كل حاجة تبقى زي الفل زي الفل. عايزين بقى ايه نتعرف على بعض في الكومنتات. يعني تخشي مثلا تقولي لي انا اميره، انا هنا، على حسب بقى الاسم بقى كده، وانا اخش ارحب بيكي. برضو بغسل كده ده الغطا يا بنات اللي هو بتاع الازازه، عشان طبعا ما تلقطش اي روايح. بصوا قولوا لي بقى انتوا بداتوا في التنظيفات العميقه ولا لسه؟ هتعملوا ولا لا برضو؟ يعني كده نتكلم بقى ونبقى في ما بيننا كده حديث مع بعض. هنا ده طقم التوابل بتاعي برضو، والله غسلته بنفس الخلطة دي. زي ما قلت لكم حطيت صابون سائل، وحطيت مزيل دهون. طب بتغسلي يا خلود البرطمانات دي بمزيل الدهون؟ اه يا جماعة، لان هي برضو انا حطاها على الرخامة وبطبخ طبعا وهو جنب البوتاجاز، فطبعا الدهون والبخار كمان اللي طالع ده بيطلع دهون على فكرة. بحس ان هو لا، يعني كل حاجة عايزة تتنضف، والسيراميك بقى وكله. بس انا المرة دي مش جايبة معاكم الدواليب المطبخ تقريبا، لان الفيديو ده انا مسجلاه تقريبا بقالي 4 5 ايام، فبصراحة مش فاكرة. برضو العلب دي عايزة اقولكم بقى طقم البهارات الابيض ده آه، ما تشتروهوش. انا عن نفسي كخلود ما عجبنيش خالص، لا يعني بحس ان هو مش عملي ومش حلو خالص. طالع الاحسن اللي هي العلب المدوره كده، ان شاء الله هنجيبه مع بعض. وفي العلب كمان الاحلى والاحلى، العلب بتاعت ايكيا شكلا حلوه جدا جدا. بتعرفي تفضي فيها البهارات وتعرفي تاخدي منها البهارات دي. لا الاخرام البيضه دي بجد ما بتنزلش حاجه. والعلب مهما تغسلي فيها، انا عايزه اقول لكم غسلتها بمزيل دهون، حسيت ان العلب كده تحسي ان هي مجيرة ادمت، مش عارفة يعني، رغم ان انا كنت لسه جايباه والله ما كملش شهر. فدلوقتي بقى طالع اطقم بهارات تانية احلى بكتير، علب كده طويلة، ان شاء الله هجيب منها. برضو عاملة حسابي من ضمن المشتريات، فهوريكم بقى المشتريات بإذن الله. بس نخلص بس التنظيفات العميقة، وبعد كده ونفرش. بعد كده بقى نعمل تجديدات على مثلا شهر 11 كده ولا حاجة، على الشهر الجاي يعني. اكون بقى خلصت كده الحاجات اللي انا عايزاها كلها، واتخلصت من الحاجات اللي انا مش عايزاها. عايزه برضو اقول لكم على حاجه كمان يا بنات من ضمن التنظيفات العميقه، انك الكركبه تتخلصي من الكركبه. بمعنى اي مثلا هدوم انتي خلاص ما بقيتيش محتاجاها، تطلعيها لوجه الله لو تنفع. اهم حاجه يعني ما تجيبيش مثلا هدوم متقطعه وتقولي انا هطلعها لله. لا، الهدوم لو ينفع ابنك يلبسها تطلعيها، ما ينفعش خلاص ما تطلعهاش. تمام، تخلصي منها بقى ايه باي طريقه تانية. اي حاجه مكسوره عندك تخلصي منها تماما.
اي حاجة مش بتستخدميها برضو تخلصي منها تماما، لان دي برضو من ضمن التنظيفات العميقة، علشان خاطر الكركبة او الحاجات اللي هي المتكسرة، الحاجات المتقطعة وانتي محتفظة بيها تحت السرير للذكرى. على فكرة هي للذكرى هتعملي بيها ايه يعني؟ خلاص بقى، يعني انا عايزة اقول لكم كان عندي لعب بتاعتي من ايام وانا طفلة، انا برضو مش كبيرة قوي يعني. آه كان فيها لعب كتير متكسرة، اتخلصت منها، رغم ان اللعب ديت يا جماعة انا كنت محافظة عليها قوي 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 قوي، وكنت لا يعني عندي اللعب دي كانت حاجة كده خاصة، لا دي بتاعتي من وانا طفلة. بس كان فيهم بعض لعب متكسرة خلاص اتخلصت منها، مكنتش بتخلص منها بصراحة السنين اللي فاتت، بس خلاص بقى كبرت وعرفت ان هو لا ملهاش لازمة، ف تخلصت منها. وزي ما بقولكم اللعب برضو لو عندكم اطفال تخلصوا برضو من اللعب اللي بتتكسر. عايزه اقول لكم اللعب بتاعت ايلين انا على طول بفرزها. اللعب اللي بتتكسر، العرايس مثلا اللي متقطعه وشكلها خلاص بقى مش حلو، برضو بتخلص منها على طول، علشان خاطر بحس ان هي ملهاش لازمه وكركبه وهتعمل طاقه سلبيه في البيت. يعني الكركبه بتعمل طاقه سلبيه في البيت، فتخلصي من كل حاجه حتى حاجات المطبخ. برضو ان انتي مثلا خلاص مش هتستخدميها تخلصي منها برضو، يعني هتطلعيها لوجه الله. مثلا ممكن تديها لمامتك، شوفي مثلا لو مامتك محتاجاها. فبلاش كركبة، بلاش تخلوا بيتك فيه كركبة. طول ما البيت فيه كركبة، طول ما البيت يا بنات فيه طاقة سلبية. دي برضو من ضمن التنظيفات العميقة. هنا بقى كده كنت حطيت بقى طقومة البهارات كلها مع بعضها وبغسلها. على فكرة الحوض عندي كان زي الفل نضيف، يعني ما كانش فيه حاجة. هنا بقى بصوا خلاص قربت اخلص كده طقومة البهارات. وعايزه اقول لكم طقم البهارات الاسود في خشبي ده تحفه تحفه تحفه، والخشبي اصلا ده طالع موضه. على فكره انا متجوزه بيه. آه يعني بقى من الفيديوهات اللي جايه هنعرف مثلا متجوزه بقى قد ايه، كلام كده بقى ايه هيجيب بعضه. بس الطقم ده كان اول ما طلع، يعني اول ما طلع الخشبي كان طالع دوت، وكان عاجبني جدا. كان ايام ما اتجوزت كان في اطقم تانية فيها اللي هو التطريز ده، بس انا مرضتش بيه وجبت الخشبي ده. بصراحه ما ندمتش ابدا، علشان خاطر هو الخشب دلوقتي طالع ترند اصلا في كل حاجه، يعني حتى المابوليا بتاعت البيت طالعه برضو نفس اللون دوت. وعلى ايام برضو ما انا جيت اتجوز آه، كان طالع برضو نفس اللون ده كده في المابوليا الخشب يعني. وعايزكم بقى تخمنوا كده في الكومنتات وتقولوا انا متجوزه بقالي قد ايه. هنا بقى خلاص كده يا بنات كنت قربت اخلص. انا هقسم معاكم فيديو المطبخ على 2. وهنا كده يا بنات بقى حرفيا كنت خلاص بقى تعبت قوي، وقلت بقى ايه هكمل تاني يوم، علشان كمان برضو انس يعني ما كانش مديني فرصة ان انا اكمل قوي. فغسلت بقى كده الدولاب الالوميتال من بره. وعلى فكره انا علشان خاطر الدولاب بتاعي يا بنات الموتيل من الصابون كده شويه صابون وبيتغسل بيروح زي الفل وبيلمع تمام عادي يعني. وساعات كمان بعمله بالجلانس برضو بيلمع يا بنات وبيروح حرفيا حرفيا حلو جدا. وبرضو غسلت كده الرخامة لان انا حاطة هنا الفرن بالكهرباء. غسلت برضو الرخامة بالصابون كده وخليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين بقى. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك وشير لاصحابك، علشان خاطر نكمل مع بعض باقي الفيديوهات والقناة تكبر كده ونكبر مع بعض بإذن الله. الضرفة دي ضرفة الكوبايات والأطباق برضو غسلتها معاكم.